اخر سؤال معانا، ايه رأيي في شيني؟ شيني نزل المنطقة اللي احنا رسمينها بالملي. طيب اشمعنى المنطقة دي؟ لان المنطقة دي منطقة انديوسمنت زي ما احنا شايفين، دي اقرب انديوسمنت، اتسحبت سيولتها، شكل هايل، هايل جميل. هل حصل تغير في الشخصية؟ ننزل على الفريم الاصغر ونشوف. دي اخر قمة، كونت القاع، حصل تغير في شخصيتها. يبقى شيني دلوقتي صالح للدخول؟ ايوه صالح للدخول، تقدر تشتريه دلوقتي. تشتريه يبقى هدفك فين؟ القاع، ادي قمته، ادي القاع. يبقى انت لو دخلت من هنا في شيني، هدفك عند 19 جنيه بربح 22%. شايفين الارباح دي؟ بقى نقطة حابب اوضحها، شايفين الارباح؟ طيب ليه احنا عاملين الارباح الكبيرة دي؟ لان السوق صحح. بالمنطق السوق لما يصحح الاسهم تنزل، تقدر تشتري، يبقى عندك ارباح عاليه. في ناس تتضايق لما السوق يصحح، انا ما بحبش الناس دي بصراحه، لان طول ما السوق صاعد اي خطوات تصحيحيه هي خطوات تديك فرص جديده بارباح جديده. ان شاء الله نبقى صاعدين، ان شاء الله نكمل صعود، ان شاء الله نكمل مكسب. في اداره المحافظ انا بنزل صفقات غير دي، يلا نخش صفقه سوا، دي هتتعمل كل فتره. انا بس المره اللي فاتت نزلت لكم صفقات كتير تعود عن طلعت، يلا نخش صفقه دي هتتعمل كل فترات اطول من كده. ان شاء الله يبقى دايما في مكسب، ان شاء الله دايما الدنيا حلوة، وربنا يوفقنا جميعا بإذن الله. وبس كده خلص.